كان في اجتماع مهم جدا مع المدير الفني، المدرب العام، مدير الكوره، مدرب حراس المرمى، كابتن مدحت مدرب المساعد، مع الجهاز المعاون، الجهاز الطبي والاداري، مع طبعا اللعيبه. احنا كل فتره اخرى بنعمل اجتماع مع اللعيبه عشان نشوف احنا زعلانين من ايه وهم عندهم ايه مشاكل. بعد الجلسه اللي احنا اتكلمنا فيها طبعا بطريقه في بيتنا، اتكلمنا بطريقه كأب بيكلم ولاده، ايه اللي زعلنا وايه اللي زعل جماهير الزمالك منهم. كان في مصالحه في نقط كتيره. اتفقوا اللعيبه مع الجهاز مع الحاضرين مع مجلس الاداره ان الروح القتاليه بتاعت السنه اللي فاتت اللي خدوا فيها الدوري والكاس ترجع ان شاء الله بدءا من الماتش اللي فات، الماتش اللي جاي ان شاء الله. اثنين، روح المحبه اللي كانت بينهم، اللي كان على الدكه قلبه على الفريق اكتر من بيلعب يرجع تاني واقوى. نمرة ثلاثة، المدير الفني هو له الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار التشكيل والتغيير. هو مع مدرب عام على مستوى عالي كابتن محمد صلاح، بيتشاوروا مع بعض بياخد رأيه، لكن مفيش لاعب هيلعب غصب عن المدير الفني أو يتغير أو يرفض تغيير عشان المدير الفني عايز يغيره. أنا اللي قبله في الأول المدير الفني مين يلعب ومين ما يلعبش. عندنا بعض اللعيبة كان عندها مشاكل، كلمناهم وصالحناهم وتواعدوا وتعهدوا ان كل هذه المشاكل تنتهي ويبقى في تركيز. نمرة 4 ونمرة 5، أي لاعب عنده عرض جاي له، ده الكلام واضح، يجيبه فورا، عايز عرض عايز يتباع، ما دام العرض هيليق بالنادي ويليق باللاعب نفسه ما عندناش مانع. نمرة 5، إن في لبس جديد جاي للعيبة إن شاء الله يستلموه يوم الأحد. نمرة 6، إن الملعب يبتدوا ملعب أبو رجيلة ولطيف أبو رجيلة يبتدوا يلعبوا ويدربوا فيه يوم الأحد إن شاء الله. التدريب الأول خلصنا خلاص، يبتدوا يدربوا فيه. نمرة 8 ل7 فوت واحدة. نمرة 7 مفيش حاجة اسمها فيسبوك ولا انستجرام، خلاص اتقفل نهائي لغاية ما نهدى وبعد كده نفتحه. اللي عايز يهني زميله، عايز يبارك له مثلا مناسبة عيد النهارده راس سنة والده، كل ده هيبقى مسموح بيه. انما فيما عدا ذلك حاجات شخصية وعائلية اتفضل ما عندناش مشكلة. عيد ميلاد ابنه ما يردش على جمهوره، ملوش دعوة بنادي منافس. 8 ولا 9 اللي جاي؟ نمرة 8، اللعيبة القدام اللي ليهم 50% مقدم قبل نهاية يناير إن شاء الله، إن شاء الله هيكونوا خدوا 50% بتاعهم. اللعيبة الجديدة اللي فاضل لها 100,000 50,000 الكلام الصغير دوت برضه قبل نهاية الشهر، قبل نهاية الشهر كتير يعني، مش عايز أقول بس قبله كتير يعني، إن شاء الله هيصرفوا. إحنا اتفقنا مع اللعيبة في الديمقراطية إن 25 هيفضل لكل واحد 50%. في 25 نسبة مشاركة هتتعلق لنهاية الموسم، وال 25% اللي فاضلين لهم بعد يوم 50% بتاعته الأولانية المقدم هتتوزع على الموسم شهري. ياخد شهري. أخيرا أنا كنت بشرف على فريق الكورة، يبقى أحمد مرتضى هو المشرف من سنهم وقريب منهم. كل أي لاعب عنده مشكلة عنده اثنين. حلقة الاتصال الوحيدة بين مجلس الإدارة هو المشرف ومدير الكورة. فقط لا غير. أي حد عنده مشكلة تتعلق باللاعب أو باللبس أو بالفريق أو بالعار أو بالبيع أو أي حاجة هي كلمة مش هستقبله. في قناتين الاتصال. في عضو مجلس إدارة مسؤول وفي مدير الكورة مسؤول. احنا طبعا بنرحب بالكابتن محمد صلاح وده مش غريب. محمد تم اختياره بين 5 مدربين عامين. فاحنا اخترنا اكتر واحد قريب من اللعيبه واكتر واحد عنده فكر واكتر واحد عارفكم. يعني هو عارف كل واحد فيكم. ونفسه هادي. يعني علاقته بالراجل هتبقى علاقه طيبه ومحترمه، مش جاي عشان يطفش الراجل او يحط له ثغرات وثغرات،
هو الراجل هيقول رايه بكل ادب واحترام، انا رايي في التشكيل، رايي في التغيير، والناس بتتعاون مع بعض. هو الراي المدير الفني عايز يكسب، وخاصه ان محمد صلاح كان مدير فني السنه اللي فاتت فحافظ امكانيات كل لاعب. طبعا برحب بشيكابالا، وشيكابالا رجع على مسؤوليتي وعلى مسؤوليتي شهرته هو كلاعب. الالتزام الالتزام الالتزام. شيكابالا عليه مسؤوليه كبيره جدا انه شويه يلتزم، لا هيبقى قدوه للعيبه، لان اقدم لاعب فيهم المجموعه دي كلها هو شيكابالا، وفي 50,000 عين بصاله ووصل التجربه. وان شاء الله بكره هنستلم الاستجنه بتاعه، المدير الفني بقى يلعبه وما يلعبوش، يبقى الاحتياطي يلعبه السنه الجايه، دي مسؤوليه المدير الفني مش مسؤوليتك. لكن اهلا بيه واهلا ب رمزي خالد ان شاء الله برضه هيتقال بكره. في راس حربه عشان يساعد سالم ويساعد باسل ويساعد مكي. كهربا ما بعتلوش راس حربه، الثلاثه دول يساعدهم يجيب راس حربه على اعلى مستوى ان شاء الله، وده باختيار حازم امام وكابتن ميدو. ودي روح اللي احنا عاملينها دلوقتي، ان هم مش في الجهاز، لكن انا لما كلفتهم هم بعتوا لي، انا كنت بعت لك الولد، بعت لك المقدور لو عجبه خلصوا بكره ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين نقويهم، عايزين مع باسم، عايزين مع مكي، عايزين مع سالم، عايزين نقوي، عايزين جبنا رمزي عشان يلعب في اليمين، يلعب في الشمال، يقوي توفيق، يقوي حازم امام، يقوي عمر جابر، يقوي طلبه. يعني احنا بنزود خلاص، يعني كل ما يجي لنا فرصه ان احنا نقوي الفريق هنقويه ان شاء الله باذن الله. تبقى باذن الله ان شاء الله متفائل. ناخد الدوري، فاكرين السنه اللي ايه؟ ها ان شاء الله ناخد الدوري يا اخوان الله، نروح القطريه، ناخد الكاس، بامر الله ناخد بطوله افريقيا اللي جايبه من 2004. من 2004 اخر بطوله افريقيا انا كنت موجود، خلي بالك. خدنا بطوله افريقيا ابطال الدوري، وخدنا الدوري سنتها، السنه اللي خدنا الدوري، وخدنا احسن نادي في العالم في شهر فبراير 2003. عايزين نراجع الامجاد دي، عايزين الناس ما تقولش اللي حصل السنه اللي فاتت طفره وعدت. لا، السنه اللي فاتت كانت بدايه ثوره نجاح للعيبه مجتهده، وده ما قلت لكم. انا ما بلعبش، مش انا اللي بتعور بالجسم، مش انا اللي بتعور في حاجبي يبقى الدم نازل مني وعايز العب، مش انا اللي بسف التراب عشان اجيب جول، مش انا اللي بتزحلق على وشي علشان اصيد جول. انتوا اللي في ايديكم تجيبوا البطوله، وانتوا في ايديكم تضيعوا البطوله. بطوله التزام بره الملعب وجوه الملعب. التزام بره الملعب احنا اتكلمنا فيها خلاص. التزام جوه الملعب راجل حاطط خطه تنفذ، كل لاعب ليه مهام معينه تنفذ. انا شايف الماتش ده ما يلعبش صفر، خلاص ما يلعبش. شايف ان باسم محتاج يبقى احتياطي، ده يروني في المدير الفني، لان هو اللي هيتحاسب قدامنا. يعني اللي بيتحاسب هو، واللعيبه في الاخر بتاخد المجد وتتشال في النهايه، لكن المدير الفني هو اللي بيتحاسب. فان شاء الله باذن الله متفائل بيكم، متفائل بالجلسه معاكم النهارده. بكره ان شاء الله مفيش فريق احسن منكم. تاني، مفيش فريق احسن منكم. مفيش لعيبه في مصر كلها احسن منكم، لا في الجول ولا في المساكين ولا في الشمال ولا في اليمين ولا في خط النص ولا في صانع الالعاب ولا في الهدافين. فين؟ كل واحد احسن منكم. كل واحد فيكم لو بص نفسه كده وبعدين تيجي على كده، واحد احسن هداف، احسن جول، احسن مدافع، احسن خط الوسط، مش ده اللي حصل؟ يعني كل الاستثناءات اختارتكم. يبقى انت الافضل بامر الله، بس نستمر في الافضل زي الموسم اللي فات بايه؟ بالجهد والعرق والاصرار وإرادة الناصر. حاجه الانذار خلاص، سيبوني انا من الحكم والاستغفار. واللي فات يا ابو عصايه سيبوني من ماليش عبيط، ومش هيغير قراره. خلاص ظلمك انا اقدر اتصرف معاه، انما حتى تعترض هيديك كارت احمر. حتى مهما يكون حكم ظالم، شكرا زي اليابانيين تعملوا كده وتمشي، وسيبني انا اخليه كوري، خليه ماليزي، انا اقدر اخليه ماليزي،
انما انت على طول كارت اصفر في احمر بره. فمالكش دعوه بالحكام، امتثال لامر الحكام حتى لو كان ظالم. وبعدين اللي يقولوا عندكم جهاز محترم وانتوا قلتوا يعني محمد هادي، يعني بني ادم هادي وطيب ومحترم كلكم عارفينه وكلكم بتتفائلوا بيه. ومفيش تغيير الجهاز خلاص، ما غالي انا كل ما اغير الشرع قال 4 و4 خلصوا خلاص غيرتهم. باتشيكو وفريرا وحسام ومرام خلاص ما اقدرش اغيره حتى يبقى حرام وباطل. الراجل قاعد ومستمر وعقده سنه ونص 6 اشهر. راجل مؤدب كلكم عشان مؤدب محترم مهذب. ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. كنت سنه سعيد عليكم. تحصدوا البطولات، تفرحوا جماهيركم، تفرحوا نفسيكم. المجد ده يتحط في تاريخك انت. ياما في لعيبه في نادي الزمالك لعبت سنين ما خدش بطولات، ولعيبه جت السنه اللي فاتت دوري وكاس. فالتقييم مش انا قعدت كام سنه في الزمالك، التقييم انت عملت ايه للزمالك؟ وجمهورك رجع. انا اكتشفت تقريبا ان اكثر من 50% من الجمهور زملكاوي. مش عارف كانوا خلايا نايمه دول ولا ايه؟ كل ما قبل حد يقول لي زمالك زمالك، كانوا فين دول؟ عارف كانوا فين؟ كانوا خجلانين من اللي كانوا بيلعبوا قبل كده. البهوات اللي كانوا طالبين 14 مليون جنيه كانوا هيمضوها بس في 4 سنين. مش هدفعهم. مش عشان انا باكل حقه، عشان تتحلى. لو كان راح لعب في طلائع الجيش ب5 مليون كان بياخدهم كنت اديهم له. لو كان عبد الواحد راح لعب ب5 مليون اللي كان بس بدهم كنت اديهم له. انما واحد راح ب 600,000 ازاي؟ كإدارة ملعب وجاي لي في تهريج جهاز مركزي ومليانه دي. انا قلت هرفع بعض العقود عشان اعمل مساواه، عشان انتوا في الملعب حابين بعض. مش لاعب جاب 5 ولا واحد جاب 300,000. ابراهيم صلاح ده كان جاب 300,000 وجاب واحد جاب 4 مليون و5. طب انا ابراهيم قلت ازاي؟ ومحدش في مطالب ان انا اساوي. انا لوحدي كده قلت هتقول لي عقود اللي هي واقعه علشان نساوي كلهم زي بعض. فرق 100,000 200,000 بفرق 2 مليون 3 مليون. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. هسيب الكلمه للمدير الفني، وبعدين محمد صلاح، وبعدين اسماعيل، وبعدين الاستاذ احمد، وبعدين ابراهيم صلاح، وبعدين شيخ.